السلام عليكم مشاهدين قناة بوز بالدارجة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة. نتمنى من الإخوان والأخوات اللي متبعين القضية ديال نادية مع مريم بنت البدوية، داك المشكل ديال الدار وشكون اللي كيتعدى على الآخر، يكتبها لنا في التعليقات، وممكن يذكر حتى التفاصيل ديال هذه القضية، لأن نادية كتخرج كتقول باللي راه مظلومة، وهاد بنت البدوية كتخرج وكتقول باللي راه مظلومة. المهم إخواني والأخوات، أي واحد شاف هاد الفيديو ودار لايك الله يعطيه القصر في الجنة هو ووالديه، وأي واحد مريض الله يشافيه ويعافيه بإذن الله، ويدير لايك ويكتب في التعليقات آمين يا رب العالمين. والله يفاجئها على الجميع، والله يعطيكم ما تمنوا. عاونونا غير بلايكة الإخوان. أما بالنسبة للموضوع ديال الفيديو الإخواني والأخوات، غادي نشوفوا واحد المقطع ديال مريم بنت البدوية وحامض. قال لك اسيدي هما كيطلبوا منهم الناس غادي يخرجوا من ديك الدار، وحنا دابا غادي نعرفوا علاش حميد ما بغاش يخرج، وديك الساعه غادي نهضروا على الجلسات اللي عندهم الاخوان والاخوات. وقال لك اسيدي كاينين شي شكايات جديده عاوتاني غادي نهضروا عليهم حتى هما. المهم غادي نخليكم مع هذا المقطع اولا. كنسوق راسنا، يعني حنا ما مأذيين حتى شي حد، حنا ساكنين وكنوكلوا وليداتنا طريفه الخبز، ما كنأذيو حتى شي واحد. المشاهدين قالوا لك حميد هاد الدار اللي هي سبب هاد المشاكل وهاد طلع وهبط وهاد الغيط اللي ما بغاش يسالي، هما كمتابعين هما طابوا بلاصتنا انا وياك، هما قنطوا بلاصتنا انا وياك. قالوا لك علاش اللي ما تخويش نتوما، ما عندكم زعما شي دار خويوها وسيروا سكنوا في شي بلاصه اخرى، ولا سيروا لداركم اللي في المدينه وحيدوا عليكم المشاكل وصداع الراس. شنو كتقول في هذا الشيء؟ تحيه لكم الاحباب ديالي. هذه بعد الاولى الكلمه الاولى غادي نضرب لكم، دير لي حد الوالد الله يرحمه ويرحم الجميع. فهمتوني اخوتي، دير لي حد الوالد ما نفرط فيها، وداري راني ما بنيتها احتجت صغار كفايه وتماره وخصات عليها رزقي، وما نقدرش نفرط في الدار هذا اخوتي. واخا عندي داري، هذه دار الوالد الله يرحمه ودار الله سبحانه وتعالى، هذه هي الجميع، دار الله سبحانه وتعالى هي كل شيء. والريحه الوالد عمرني ما نسمع فيها، الله يرحمه ويرحم الجميع. عمرني ما نسمع في الريحه الوالد. اي واحد اللي عنده شي حاجه لوالديه تيستقى فيها هي الاولى، عمره ما يسمع فيها. كتبقى تفكر والديك وكيخلي لك الوالدين ديالك تيخليك واحد الحاجه فين تعيش فيها نتايا، كيما هما والديهم خلونا فين يعيشوا، حنا والدينا خلونا فين نعيشوا. الحمد لله. فهمتينا اخوتي، حنا والدينا خلونا فين نعيشوا وترحموا عليهم في هادشي اللي خلاو لنا. الحمد لله. فهمتي اخوتي، هادشي تيرحموا عليهم اللي خلاو لنا مساكن فين نعيشوا، دار والدينا تماره وخلونا فين نعيشوا، والله يرحمهم ويرحم الجميع. والريحه الوالد ما عمرني ما نسمح فيها اخوتي الى الابد، على ما مت غنسمح بالريحه. انا تربيت فيها وتعرفوني القبيله الحمد لله، الجميع كلشي تعرفني، وعندي دري صحابي هنايا تنتلاقى مع القبيله، تنضحك تنشط مع ولاد القبيله، واخا نمشي لشي بلاصه اخرى ولاد القبيله ما عمرني ننساهم. وتربيت هنا وكبرت هنا ولعبت مع الدراري هنا في صغري، ولعبنا كره ومشينا للفرح انا والدراري ونشطنا، والدراري كلشي تعرفني وكلشي تنعرفو. فهمتني اخوتي، ولات مع خوتي الدراري هنا كاملين القبيله، ولاد القبيله كتجلس معاهم في القهوه تقهوى معاهم، نضحك مع هذا تنشط مع هذا. حتى انا مشيت من هنايا نمشي جهه اخرى ما تولفش في هذيك البلاصه كيما مولف في القبيله ديالك، والله ما تولفها، عمرك ما تولف في البلاصه بحال ولاد القبيله ديالك. كلشي الحمد لله تعرفنا. اخويا حميد تنشطوا مع هذا نضحك مع هذا، والجيران كلشي تيقول لك الله يعمر راسها اخويا حميد عزيز وغالي، والله يعمر راسها، ماشي نقول في كفاك تنقولها في وشك، نقول لك اخويا حميد راك عزيز وغالي. اقسم بالله العلي العظيم، اي واحد اللي يمشي خرج معاه تقول لك اخويا حميد راك عزيز، اي واحد تقولها فيه كلمه زوينه. وعمرني نفرط في هذه البلاصه هذه، غير هاد ولاد القبيله اللي تيبغيوني تيحبوني، والمتتبعات انتم كتبغيوني، وكلشي بفضل الله وفضلكم وصلت هاد الدويره، وصلت هاد البركه اللي عطيني الله بفضل الله وفضل المتتبعين. والله يخليكم ليا وشكرا لكم بزاف الاحباب، والله يكبر بكم. انا هاد البلاصه هادي ما عمرني نفرط فيها، عندي الحمد لله رزقي وعندي دويرتي، ودابا نفرش ان شاء الله، ومره نبقى نمشي ندور في دويرتي ان شاء الله. مولا داري مولا الدار، ايوا هي هذيك مولا الدار، نمشي انا وياها وان شاء الله نفرش الدويره ديالي. واخوتي هاد البلايص هادي ما نسخاش نسمح فيها هاد البلاصه، والله ما نسخ اخوتي بالله. واجي غير نتوما قولوا لي الحقيقه، واش نتوما واحد الحاجه ديال والديكم ولا جدودكم واش تقدر تسمح فيها وتمشي لبلاصه اخرى؟ ما تولفش في هذيك البلاصه تسكن فيها اخوتي، والله ما تعرف تولف تسكن فيها. يعني احبابنا وخوتنا، عندنا العائله هنايا وعندنا صحابنا وعندنا
جيراننا فهمتي، خير العزاز علينا اللي تيبغيونا تنبغيوهم. ما نقدرش نسمح في شي واحد ونخليها ومربي فيها، راني ما نقدرش نسمح فيها والله ما نعرف والله. ما نقدرش اخوتي نعيش في شي بلاصه اخرى من غير بلاصه فين خلقيت وفين عشت ولبس في هذا البلايص اخوتي. وهاد الدويره هذه حنينه عليا، اقسم بالله الا تنحمق على ظهري ما نعرفش نعيش في شي بلاصه اخرى، والله ما نعرف نعيش في بلاصه اخرى. عندي دويرتي الحمد لله، ودابا نفرش ان شاء الله قدامكم. واي حاجه اخوتي اللي حبيتوها وقلتوها لنا نتوما نديرها قدامكم اخوتي. كما سمعتوا الاخوان والاخوات، هاد البريئين خرجوا قال لك سيدي كيتعداو عليهم، وحتى الناس ديالهم المتفرجين ديالهم المشاهدين ديالهم عرفوا هاد الشيء وكيسولوهم واخا نتوما اللي مظلومين علاش ما خرجتوش. وحتى انا بحالي بحال دوك المتتبعين، يعني مادام نتوما عندكم هاد المشكل كامل علاش ما مشيتوش تعيشوا في الهنا. اما داك الشيء لا عندكم تما شي حاجه وديك الساعه غادي يبان. المهم اخواني والاخوات لكم واسع النظر. اما بالنسبه الناس اللي كيتسناو الجلسه ديال نهار الخميس، راه مازال كاين الاخوان والاخوات الاضراب ديال المحاميين. غادي تقولوا لي علاش هذاك الجزائري حكموا عليه، علاش واش هو ما عندوش المحامي ولا شي حاجه ولا. كنقول لكم الاخوان والاخوات كاين بعض القضايا كيتحكموا بدون المحامي، وزيدون عاود ثاني يعني شي قضيه يعني بسيطه. اما بالنسبه نعيمه البدويه راه كتطلب المحامي، يعني كتقول انا ما نتحكم حتى يكون المحامي ديالي. اما بالنسبه بخصوص هاد مريم بنت البدويه عاود ثاني، قالوا باللي كاينين شكايات جديده على داك الشيء اللي حطتها الاخواني والاخوات على داك اسامه الزوج ديال ناديه. ما عرفتش، ما عنديش يعني خبر يعني صحيح واش يعني داروا شكايات ولا غادي يديروا شكايات، والله ما عرفت الاخواني والاخوات. ولكن ديك نهار فاش حطات ديك الصوره راه شفت ديك الصوره كامله، يعني شفتها حطتها واحد السيده اخرى عاوتاني وبارطاجتها هاد مريم بنت البدويه. المهم راكم عارفين هاد الصراع راه مازال كاين، بنت البدويه مازال كتبارطاجي هادوك اللي كيضربوا في ناديه، وناديه عاوتاني نفس يعني كتبارطاجي اللي كيضربوا عاوتاني في الطرف الاخر ديال بنت البدويه. المهم الاخواني والاخوات، هاد الناس هادو مازال ما بغاوش يديروا عقلهم، يعني مازال بوستات، مازال مهم العناوين، ومازال يعني كيحشوا في الهضره لبعضياتهم. وهذا الشيء يمكن غادي يوصل لشي حاجه يعني خطيره، لان شفنا ناديه ديك النهار حطوا واحد الفيديو عاوتاني قال لك اسيدي شي الماء ديال الطواليت كيخرج عندهم تما في الكسيبه ديالهم ولا. المهم راكم عارفين شي نهار غادي توقع تما شي كارثه، يعني راه غير ما كيبينوش بزاف في اليوتيوب، يعني ما كيبينوش بزاف. علاش؟ لانه مع هادشي الضجه ديال الجمعيات وهادشي اللي واقع يعني مازال يعني كيخافوا شويه. اما لو كان بلبلوها، اما في الواقع راه شي نهار غادي يطحنوا تما بعضياتهم. المهم ديروا لنا اللايكات، الاراء ديالكم في التعليقات تهمنا، والسلام عليكم.